السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في قناة باين ليرن كود تعلم بايثون ببساطة. النهاردة هنعرف أنواع البيانات في بايثون ببساطة شديدة ومن غير أي تعقيد. يعني إيه أصلا نوع البيانات؟ نوع البيانات يعني هل القيمة دي رقم ولا كلمة ولا صح ولا غلط. الكمبيوتر لازم يعرف ده علشان يعرف يجمع ويطرح أو يطبع كلام صح. أول نوع أول نوع وأبسط نوع هو الأرقام الصحيحة. انتجر واختصاره أي نتيجة. يعني إيه رقم سليم مفيهوش؟ يعني رقم سليم مفيهوش علامات عشرية. زي هتشوف دلوقتي عندك هنبدأ عمر إيه يساوي 20، نعمل له برنت. طبعا خدنا الكلام ده قبل كده في حالة الصفقة. نعمل رن تطلع 20. تاني حاجة عندنا الأرقام العشرية فلوت. لو السعر أو الطول فيه كسور هنا بنستخدم فلوت. مثال بسيط عندك بريس بيساوي وليكن مثلا 10، نعمل برنت نعمل رن هيطلعلك 10 أهو. تمام. هنا بنستخدم float. ثالثا النصوص، وهنا بنستخدم النصوص string واختصار CTR نوعها هو كلام أو نص، ودي أي حاجة بنحط بين علامة اقتباس زي المثال اللي عندنا دلوقتي name تساوي أحمد string name. نعمل run هيطلع أحمد. افتكر دايما من غير علامات الاقتباس بايثون هيفتكر نادي على متغير مش بتكتب نص. النوع الرابع صح أو غلط بول. نوع أساسي معناه هو صح أو غلط، وده بنحتاجه كتير في اتخاذ القرارات. زي المثال اللي أديك قدامك is student يساوي true، وهنا true أول حرف كابيتال. نعمل print is student نعمل run هتبقى true. ممكن برضو بنحط false في إيه أو أول حرف برضو هيبقى كابيتال. نعمل run هتبقى لك false. هنا يا إما true يا إما false، مفيش احتمال تالت، وده اسمه بول. إزاي نكشف أنواع المتغيرات السر لو تهت ومش عارف المتغير ده نوعه إيه؟ بايثون بتقدم لك جهاز كشف بسيط اسمه تبي. يبقى اسمه إيه؟ تبي. الكود ده هيقول لك نوع كل متغير إيه بالظبط. هنعمل run. هنا كلاس integer كلاس float وكلاس string وكلاس bool. نجد اختصاره هنا ناخد أول 3 حروف. تمرين بسيط سهل جدا. اكتب متغير باسمك ومتغير بسنك ومتغير بطولك ومتغير بتقول فيه هل بتحب البرمجة ولا لأ، ولو في حاجة وقفت معاك اكتب في التعليقات وأنا هرد عليك. كده اتعلمنا أنواع البيانات في بايثون بطريقة بسيطة جدا. الحلقة الجاية هنتعلم إزاي نعمل عملية حسابية في بايثون. اشترك في القناة